النادي الاهلي لعب نهائي دوري ابطال افريقيا 16 مره وتوج باللقب 11 مره، عام 1982 وعام 1987 وعام 2001 وعام 2005 وعام 2006 وعام 2008 وعام 2012 وعام 2013 وعام 2020 وعام 2021 وعام 2023. وخسر الاهلي النهائي في 5 مرات، عام 1983 وعام 2007 وعام 2017 وعام 2018 وعام 2022. على الجانب الاخر نادي الترجي بيأمل في استعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته من سنين، وخصوصا انه نجح قبل كده في خطف اللقب من المارد الاحمر. تاريخ مواجهات الفرقتين لعب 24 مباراة، واستطاع الاهلي بتحقيق الفوز في 11 مباراة، وحقق الترجي الفوز في 4 مباريات بس، وتعادلوا في 8 مباريات. الاهلي واجه الترجي في 2 نهائي بس طول تاريخه بواقع 4 مباريات، ونجح الاهلي في خطف اللقب مرة، وخطف الترجي اللقب منه المرة الثانية. أول نهائي بين الفريقين كان موسم 2012، النهائي الأجمل والأروع من وجهة نظري بالنسبة للنادي الأهلي، وخصوصا في مباراة رادس. المباراة الأولى كانت في القاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وقتها سجل هدف نادي الترجي بعد خطأ فادح من شريف إكرامي، كرة من ضربة ركنية وسجلها اللاعب وليد الهشري. أما هدف التعادل سجله السيد حمدي، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين علشان الأهلي كالعادة يذهب إلى تونس وتحديدا ملعب رادس ليسطر التاريخ. النادي الاهلي في مباراة رادس لعب مباراة هي الافضل في تاريخ نهائيات دوري الابطال، على الرغم من احتفالات جماهير نادي الترجي انهم خلاص خدوا البطولة علشان كانوا متعادلين هنا 1-1. لكن المارد الاحمر كان له رأي تاني طبعا. الاهلي نزل المباراة على ملعب رادس وهو ضاغط الترجي وبيضيع اهداف محققة، وكانت كفيلة تحطم الترجي في بداية المباراة، لكن الحارس بن شريفية كان متألق وقتها بشكل كبير، وظهر سيد حمدي في كرة من ناحية الشمال بانطلاقة أروع ما يكون، وخد لاعب الترجي في ظهره وعمل باص لجده علشان يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. أما الهدف الثاني فسجله الحاوي وليد سليمان أحد نجوم اللقاء بصناعة محمد ناجي جده، برضه هدف أجمل ما يكون. وقتها أبو تريكة ضيع ركلة جزاء ثم هدف للترجي، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف ليرفع الاهلي البطولة الاغلى في تاريخه. النهائي الثاني اللي جمع بين الفريقين موسم 2018، وفاز الفريق التونسي على النادي الاهلي. المباراة الاولى كانت في القاهرة وفاز بها النادي الاهلي 3-1، وسجل الاهداف وليد سليمان الحاوي من ضربة جزاء، وعمرو السولية سجل الهدف الثاني، وسجل هدف الترجي الوحيد يوسف البلايلي اللاعب الجزائري، والهدف الثالث للاهلي من ضربة جزاء سجله وليد سليمان. وقتها طبعا كلنا فاكرين ان كان فيه جدل كبير جدا في ضربة الجزاء اللي الحكم حسبها لوليد أزارو. اما المباراة الثانية في تونس على ملعب رادس وفاز وقتها الترجي ب3، ودي كانت مباراة للنسيان بالنسبة للنادي الاهلي. وخطف الترجي البطولة من الاهلي رغم الفوز العريض بثلاثية في القاهرة، وكل جماهير الاهلي كانت واثقة جدا ان البطولة اهلوية، ولكن حدث عكس المتوقع وفاز الترجي ب3 أهداف دون رد. لما تيجي بقى تتكلم عن مباراة السبت القادم، لازم تعرف ان الترجي فريق مش سهل ومتمرس في البطولة، وهيكون ند قوي جدا جدا للنادي الاهلي.